مرحبا، يعطيكم العافية. وصفة اليوم فاهيتا الدجاج مع بهارات الفاهيتا وبطاطا والجز بتتبيلة الفاهيتا. وصفة سهلة بسيطة والبهارات طعمها كتير طيب، بنصحكم تجربوها. قبل ما نبدأ خلينا نصلي على الرسول ونقول بسم الله. بالبداية بحضر بهارات الفاهيتا، عبارة عن ملعقة كبيرة بابريكا حلوة، ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة، ملعقة صغيرة بصل بودرة، ملعقة صغيرة توم بودرة، ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة، ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود. بخلط البهارات مع بعض وبعمل عيارين زيادة وبعبي العلبة كاملة، وبحفظها في الثلاجة لأطول فترة ممكنة. بالنسبة لتتبيلة الفاهيتا، عندي كيلو من صدور الدجاج مقطع شرائح رفيعة، عندي برش ليمونة، عصير ملعقتين من الليمون، ملعقتين من الخل، ملعقتين زيت زيتون، ملعقتين من بهارات الفاهيتا، عندي كمان ملعقة صغيرة من الملح. بخلط الدجاج مع التتبيلة كتير منيح، وبتركه بالتتبيلة أقل إشي ساعتين، وممكن أتركه لحد ليلة كاملة. بالنسبة للخضار اللي بحتاجها بالوصفة، عندي حبتين أو 3 بصل بقطعهم لشرائح رفيعة، عندي فلفلة ملونة حبة من كل لون. البطاطا الوجز، عندي 4 حبات بطاطا صغار قطعتهم على شكل وجز، بتبلهم ببهارات الفاهيتا ورشة من الملح، رشة من الزعتر الناشف، كمية بسيطة من زيت الزيتون. بخلط البطاطا مع البهارات، بصف الحبات بصينية مفروشة ورق زبدة مع رشة من زيت الزيتون. بدخلها فرن مسخن مسبقا تقريبا حرارة 200، بتركها تستوي، بعد هيك بحمر وجهها. بعد هيك ببدأ أسوي الدجاج بمقلى، بحط كمية من زيت الزيتون وجزء من قطع الدجاج. بالبداية بترك الدجاج بدون تقليب حتى يبدأ ياخد لون من تحت، بعد هيك بقلبه حتى يستوي. ما بكتر الدجاج بالمقلى حتى الدجاج عندي ما ينشف وينزل ميته، بعمله على دفعتين أو 3 حسب حجم المقلى اللي عنا. وخلال ما يستوي الدجاج بمقلى تاني بحط كمية من زيت الزيتون وشرحات البصل، بقلب البصل تقريبا دقيقتين حتى يدبل عندي. بعد هيك بضيف الفلفلة الملونة وكمية بسيطة من الملح ومن بهارات الفاهيتا، بقلب الفلفلة مع البصل تقريبا دقيقتين بس حتى الخضار تدبل، ما بدي الخضار تستوي. آخر اشي بخلط الدجاج مع بعض مع الفلفلة والبصل، بقلبهم تقريبا مدة دقيقتين مع بعض. هيك صارت الوصفة عندي جاهزة. بالنسبة لتحضير السندويشات، عندي خبز حمام بدهنه بمايونيز مخلوط مع كاتشب، بحشيه بكمية مناسبة من الفاهيتا. خبز الحمام شلت اللب منه من جوا حتى ياخد كمية مناسبة من الحشوة. بعد هيك بجهز الكمية كاملة وبحمر السندويشات على الشواية. وهيك صارت وصفتنا جاهزة. بقدم الفاهيتا مع البطاطا ومع لبن عيران. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كانت معكم خلود رياضي من قناة مطبخ خلود لأطيب الأكلات.